السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن الكل يكونوا بخير. هنتكلم عن صفقات النادي الأهلي وبيع نجم الزمالك. طبعا قبل أي حاجة مساء صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدعي لإخواتنا الشهداء في فلسطين. هنتكلم عن صفقات النادي الأهلي. البعض بيقول إن النادي الأهلي محتاج صفقات في مركز الدفاع وصفقات في مركز الهجوم. طبعا الناس اللي بتسأل عن الصفقات اللي جاية للنادي الأهلي في يناير، أو عندك عجز في الدفاع وعجز في رأس الحربة أو في الهجوم. بالنسبة للدفاع عندك صفقة مدوية جدا، صفقة تقيلة زي يحيى زكريا، لاعب غزل المحلة، لاعب بروفايل قوي جدا. يبقى هنا عندك يحيى زكريا لاعب غزل المحلة، مدافع للنادي الأهلي أو مرشح للنادي الأهلي. في لاعب تاني برضو لو النادي الأهلي اتعاقد معاه هتبقى صفقة تقيلة جدا، صفقة رايقة. هتقول لي مين هو؟ هقول لك أحمد طارق، مدافع نادي زد، لاعب بروفايل جاحد. بروفايل هيفيدك جامد جامد جامد. لو النادي الاهلي خلص الصفقة ديت خلاص انت كده عندك الدفاع بقى في حتة تانية مع ياسين مرعي. هتلاقي الدفاع صلب. احمد طارق بروفايل محمد عبد المنعم. احمد طارق لاعب زد، بروفايل جامد، بس في مشكلة او في نقطة ان محمد شوقي مش هيسيب اللاعب بالسهل او متمسك في اللاعب جدا. لو النادي الاهلي تعاقد مع احمد طارق مركز الدفاع هيبقى في حتة تانية. تعال بقى هنتكلم في مركز التمانية تحسبا لرحيل اليو ديانج في الفترة المقبلة. اوجستين منصور لاعب ارجنتيني، لاعب قوي جدا، بروفايل شرس، محترف، الكورة ممتعة جدا في رجله، بيلعب مركز 8 وعادي لو عايز تلعبه مركز 6 يشتغل معاك. هنتكلم عن الهجوم اللي جاي للنادي الأهلي أو المرشحين بقوة لقيادة هجوم النادي الأهلي أو اللي جايين في يناير القادم. طبعا المرشح الأول أو رقم واحد هو أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، مرشح وبقوة لقيادة هجوم النادي الأهلي وهو المرشح رقم واحد. لما أقول لك مرشح رقم واحد يبقى الصفقة يتبقى عليها أو يتبقى الروتيشن بسيطة للانتهاء منها، وإن يعلن أو النادي الأهلي يعلن التعاقد مع أسامة فيصل في يناير. طبعا المرشح الثاني هو مصطفى محمد. المدرب اتفرج على فيديوهات للاعب، اتكيف من مصطفى محمد جدا، اتكيف من الكواليتي فورمة والاسلوب اللي بيلعب بيه مصطفى محمد، فقال لإدارة النادي الأهلي أنا عايز اللاعب ده. طبعا إدارة النادي الأهلي بلغت المدرب إن التفاوض مع مصطفى محمد شبه صعب، لأن مصطفى محمد الأهلي تفاوض معاه قبل كده وحصل تعثرات في الصفقة والصفقة ما تمتش. المرشح الثالث لقيادة هجوم النادي الأهلي أسد الحملاوي أو اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي، بديل قوي أو من وجهة نظري أنا في نفس أسلوب أسامة أبو علي أو نفس طريقة لعب أسامة أبو علي، ولكن يختلف عن أسامة أبو علي في الفورمة. أسامة أبو علي كان فورمة وكواليتي. بالنسبة لأسد الحملاوي لاعب شرس جدا، عنده تسديدات صاروخية، تسديدات صاروخية، وبيلعب بأسلوب عالي جدا، لاعب أوروبي، لاعب قوي هيفيد النادي الاهلي. لو اتعاقد النادي الاهلي مع اسد الحملاوي من وجهة نظري انا هيكون اضافة قوية. ده بالنسبة للعيبة المرشحة للنادي الاهلي في يناير القادم. وده كان نهاية الفيديو. لو اول مرة تتفرج عليا ما تنساش المتابعة واللايك، اللايك هيفرق معايا ومتابعتك هتفرق معايا. وده كان نهاية كلامي. السلام عليكم.